مرحبا بكم أصدقائي في قناة عبد الكلوب لتحليل المباريات سواء العربية أو المغربية أو الإسبانية أو الدولية. حديثنا اليوم مع اللاعب بارز في صفوف ريال مدريد، ألا هو كيليان مبابي، ومدى تأثيره على المجموعة. صحيح أن مسلسل كيليان مبابي دام لأكثر من 4 سنوات في الصحف، وكانت الأخبار رائجة حول قدومه إلى نادي ريال مدريد ومدى تأثيره على المحيط سواء في نادي باريس سان جيرمان أو في نادي ريال مدريد. بعد خروجه من باريس سان جيرمان توج فريق باريس سان جيرمان بعصبة الأبطال، الحلم الذي كان يراود كيليان مبابي. لما جاء إلى ريال مدريد لم يتوج بلقب عصبة الأبطال إلى حدود الساعة. كيليان مبابي رغم قوته كهداف وكلاعب إلا أنه لم يحقق عصبة الأبطال في تاريخه، ولم يساعد النادي الملكي على تحقيق عصبة الأبطال منذ قدومه. فلاحظنا أن كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور يلعبان في جهة واحدة، ألا وهي الجهة اليسرى، وأن فريق ريال مدريد دائما ما عودنا على استقطاب النجوم وسرعة تأقلمهم مع الفريق. فكيليان مبابي هذا الموسم سجل 24 هدف في الليغا و11 هدف في عصبة الأبطال، موسم استثنائي له لكن بدون ألقاب. فريق ريال مدريد فاقد للهوية، نرى أنه تائه، أنه ليست لديه شخصية البطل كما كانت في السابق مع نجوم كبار أمثال كريستيانو رونالدو، كاسيميرو، مودريتش، توني كروز، كريم بنزيما والآخرون. فريال مدريد الآن فريق ضعيف تكتيكيا، فريق ضعيف دفاعيا، فريق ضعيف في وسط الميدان، ونرى أن صراع النجوم أثر بالشكل السلبي على فريق ريال مدريد في المواسم السابقة، سواء الموسم 2023-2024 أو 2024-2025 أو موسم 2025-2026 الذي كان ينتظر منه المشجعين أن يتوهج فريق ريال مدريد وأن يبرز نجم كيليان مبابي، لكن سرعان ما صار ذلك مجرد سراب. فكيليان مبابي نجوميته لا يعلى عليها، فالجميع يعلم أنه لاعب مهاري، لاعب سريع، إلا أنه لم يعطي إضافة لفريق ريال مدريد، وخصوصا أن فينيسيوس جونيور كان النجم الأول لريال مدريد في السنوات السابقة، خصوصا بعد تأقلمه وبعد تطور مستواه رفقة كارلو أنشيلوتي. لكن بعد رحيل كارلو أنشيلوتي بدأ تراجع مستوى ريال مدريد، خصوصا مع تشابي ألونسو الذي لم يجد التوليفة التي كان يريدها، فجاء أربيلوبا كمدرب احتياطي لم يحقق المرجو، والموسم صفري بالنسبة لريال مدريد على بعد 9 نقاط من نادي برشلونة الذي أحكم قبضته على الليغا. خروجه مذل أمام بايرن ميونخ من عصبة الأبطال، والفرصة التي كانت ممكن أن تقلب المباراة عندما لم يمرر كيليان مبابي لفينيسيوس جونيور تمريرة ربما كانت ستكون هدفا سيقلب موازين المباراة، لكن أنانية مبابي أدت إلى خروج الفريق من ربع نهاية عصبة الأبطال. هذا ما نتحدث عنه، الأنانية بين اللاعبين وغرفة الملابس نوعا ما متوترة، وأن كيليان مبابي لم يتأقلم مع الفريق، وأنه يلعب لوحده، أنه لاعب أناني لا يلعب من أجل المجموعة بل يلعب لأجل نفسه، وهذا ما أثر على الفريق بالشكل السلبي في المواسم الماضية. فنحن كمشجعين لكرة القدم نتمنى عودة ريال مدريد وعودة برشلونة إلى توهجهم في عصبة الأبطال، كما أن كارفاخال القائد غدا لهذا الموسم أثر على مردودية الفريق، لأن الفريق ليس به كابتن يؤثر اللاعبين داخل الملعب. صحيح أن فالفيردي لاعب ممتاز، لاعب يعطي حلول،
لكنه ليس بالقائد الذي يمكن أن يعول عليه داخل الملعب أو خارج الملعب. ما يفتقده فريق ريال مدريد هو القائد الفعلي داخل الملعب، وكذلك خطط تكتيكية ربما غير مندمجة مع اللاعبين، فسرعة اللاعبين وكذلك بطء الدفاع وكذلك الهجمات المرتدة التي كنا نعرف بها ريال مدريد لم تعد كما كانت. ففريق ريال مدريد في بناء الهجمة فريق ضعيف، فريق لا يستحوذ، فريق فقط يرجع إلى الوراء وينتظر الهجمة المضادة التي لا تكتمل برعونة اللاعبين وبأنانية البعض في لحظات كثيرة. فلاحظنا أن فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي يلعبون لوحدهما، يلعبون من أجل نفسهما ليس من أجل الفريق، وهذا ما أثر على الفريق سلبا في هذا الموسم وجعله موسما صفريا. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا ليصلكم الجديد، وننتظر منكم التعليقات. هل سيستطيع ريال مدريد الخروج من عنق الزجاجة؟ وهل سيتألق كيليان مبابي في المواسم القادمة؟ هذا ما سنراه في الحلقات المقبلة إن شاء الله.